السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الخير يا ام محمد، عامله ايه يا حبيبه قلبي؟ شوشو صاحبتي حبيبه قلبي، ربنا يشفيها ويعافيها يا جماعه. كل اللي يسمع الفيديو من الاول للاخر يدعي لشوشو بالشفاء العاجل، ربنا يشفيها ويشفي كل مريض يا رب، ويطمني عليها عشان دي حبيبه قلبي، دي اختي مش صاحبتي، اختي حبيبتي الغاليه. ربنا يشفي كل مريض يا رب. النهارده بقى هنعمل حبه كبده، طريقه حلوه زي ما قلت لكم. القناه واقعه، فانا بعمل الحاجات اللي انتوا تستفادوا منها. محدش بيشجعني بلايك، محدش بيتفرج، محدش. بصوا القناه في الزيرو، فيلا مش مشكله، احنا بننزل حاجه الناس تستفاد منها وبتبقى حاجه جديده وحلوه. هنعمل كبده طريقه ام يوسف، ولا هي اسكندراني ولا هي اي حاجه، هي طريقتي انا بحبها كده وبعملها على طول كده. ماشي حبايب قلبي، عندي نص كيلو كبده متقطعه شرايح، انا جايباها متقطعه كده، يعني انا بقول للجزار يقطعها لي كده، يقشرها الاول وبعدين يقطعها كده زي الشاورما. ماشي. وعندي 4 قرون فلفل رومي ما فيهاش حراق، لان انا عاملاها لحد ما بياكلش حراق. حطيت هنا معلقتين زيت زيتون، برضو اللي هياكلها بالف هنا، عايزها بزيت زيتون، عايزها صحيه. هنا هنعمل الفاصوليا الخضراء، احنا هنعمل فاصوليا خضراء بطريقه حلوه بطريقه صحيه برضو. وهنا هنعمل الكبده، حطيت معلقتين زيت زيتون وهنا معلقتين زيت زيتون. هنا هننزل بالبصل الجوليان، مقطعه 4 بصلات جوليان. بصوا بسم الله الرحمن، دي للفاصوليا. ماشي، دي للكبده اهي اهي، نصهم للفاصوليا ونصهم ايه للكبده. فاصوليا مغسلاها ومنضفاها، قطع البوزه بتاعتها ومش مخرطاها عشان تبقوا عارفين. ماشي، واحده للكبده وواحده للفاصوليا. بعملها صحيحه كده زي ما انتم شايفين اهي، عصيان، بس بيبقى طعمها تحفه بصراحه. بصوا هنا بشوح البصله اهو، بشوح البصله وهشيلها طبعا، وبعدين انزل بالفاصوليا. هنا بشوح البصل للكبده، وهنزل يا دوبك تتشوح، هنزل بالايه، بالكبده عليها بس تتشوح تطرى. هنا البصل تشويحه صغيره وهنشيله ونحطه في طبق وننزل بالايه، بالفاصوليا. كده شلنا ايه البصل، هننزل بالفاصوليا. ماشي، هنشوحها. هنا البصل بتاع الكبده شوح اهو، بس وقعت فيه فاصوليايه عادي. هننزل بالكبده. بسم الله الرحمن الرحيم. الكبده ما بتتغسلش يا جماعه عشان ما حدش يفتي ويغسل الكبده، الكبده ما بتتغسلش اهي كده. هتاخد ايه، سكرت البصل وتبقى طعمها تحفه، تستوي مع البصل. يعني انت شوحتي البصل بس، فهي هتستوي مع البصل. ماشي، حبه فلفل اسود، حبه ملح، مش اكتر من كده. انا ما بحطش توم على فكره، ما بحطش عليها توم. المعلقه دي بتاعت الكبده، دي المعلقه بتاعت الفاصوليا. وطي عليها النار خالص، ونديها بتاع ربع كوبايه ميه بس كده تستوي فيها. هنغطيها على نار هاديه تستوي على البخار. ماشي. هنا الكبده هنقلبها. كده شوحنا الكبده ونقلناها على عين واطيه شويه. ماشي حبايب قلبي، ربنا يهديكم عليا وتشجعوني كده، تعملوا لي لايك وتعليق حلو منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ده مش عارفه، مش عايزه تنور ليه؟ الحمد لله نورت. هننزل بالفلفل الرومي. ماشي، زي ما قلت لكم عاملاها لحد ما بياكلش حراق او ما بتاكلش حراق، ما بحبش الحراق. بألف هنا وشفا يا رب على قلبها. يا حبايب قلبي هنديها تقليبه كده، وهننزل عليها بمعلقتين دبس رمان. كبده ما تحطش عليها دبس رمان بتبقى طعمها حلو قوي.
قوي. وبعدين الكبده ما بتاخدش سوا، وطول ما هي متقشره بتبقى طريه وناعمه وحلوه. اهم حاجه تطلبي من الجزار بتاعك ان هو يقشرها لك. الكفر بتاعها من بره ده بيخليها مهما تسويها بتشد معاكي. اما تبصي دي لسه حطاها ما كملتش، بصوا ما كملتش 5 دقايق. هنحط عليها معلقتين دبس رمان. بسم الله الرحمن الرحيم. تحفه، انا بعشق دبس الرمان ده، جميل قوي قوي قوي. يا حلاوتك يا جمالك، خليت لام يوسف ايه اهو تحفه. بألف هنا وشفا يا حبايب قلبي. لايك وشير واشتراك في القناه، تعليق حلو منكم، قولوا لي ايه رايكم في الكبده الحلوه دي، وايه رايكم في التعليق في تقطيعه الكبده عامله زي الشاورما، بتبقى طعمها حلو قوي اهو. بألف هنا وشفا. كده الكبده خلصت، ما بتاخدش سوا، ما بتاخدش وقت. جنبها شويه بطاطس محمره، وبألف هنا وشفا. هنعمل جنبها شويه بطاطس انا مقطعاهم بس في المكنه اهو، عشان نحط معلقه زيت ونعملها في الاير فراير. ما بعرفش انطق اسمه ايه، الفراير. يلا اضحكوا بقى. وهنا الفاصوليا شغاله اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. جميله الفاصوليا دي، حلوه قوي، صحيه وجميله وفيها فايده. في ناس ما بتحبهاش مش عارفه ليه اهي. حلوه حلوه تحفه تحفه وطعمها بيبقى خيال كده والله يا جماعه. ما بحطش عليها الا ملح بس، رشه ملح ماشي. تشرب ميتها ونحط البصل عليها ياخد تشويحه بس معاه، لان احنا مشوحينه في الاول. حبايب قلبي زي ما قلت لكم ما بحطش على الكبده توم. لا الكبده ما بتحطش عليها توم، التوم بيضيع طعمها بصراحه. لا الكبده ما بتحطش عليها توم خالص. وعملنا شويه بطاطس مهروسه بوريه. البطاطس المهروسه البوريه اقول لكم معلومه بقى حلوه، بدل ما تحطي عليها بقدونس حطي عليها كزبره خضراء. يا جمالها ويا حركاتها ويا طعمها. ايوه دي حط عليها توم بقى، حطيت عليها ربع معلقه توم صغيره وكزبره وملح. ما بحطش كمون، ما بحطش فلفل اسود ولا الهوا، زي ما انتم شايفين كده تحفه. يعني هم حبه الملح والثوم والكزبره الخضراء بس، مش اكتر من كده. وتهرسيها وبألف هنا وشفا. تخليها للفطار، تخليها للغدا، تعملي سندوتش تفطري بيه الصبح. بحطها في علبه كده وبحطها في التلاجة. بألف هنا وشفا حبايب قلبي. يلي مزعلين ام يوسف، ام يوسف ما تستاهلش انتوا تزعلوها. بعمل لكم كل حاجه حلوه. سديتوا نفسي ان انا انزل اي حاجه، والله سديتوا نفسي، بحلف بالله ان بنزل الحاجه وبتعب فيها وبقعد اشرح واقول واعيد وفي الاخر مفيش تقدير. طب ليه؟ طب ما انا اريح دماغي بقى. زي ما انتم شايفين كده الفاصوليا شغاله اهي. بصوا اللمعه والخضار بتاعها تحفه. تشرب ميتها ونروح حاطين البصل. وبألف هنا وشفا على قلبكم. ربنا يشفيكي يا شوشو ويعافيكي يا حبيبه قلبي، واطمن عليكي وترجعي احسن ما كنتي ان شاء الله يا حبيبه قلبي. ربنا يطمني عليكي يا حبيبه قلبي، ويشفي كل مريض يا رب، يشفي كل مريض يا رب. كده الفاصوليا كفايه عليها. هننزل بالبصل تاخد لها 5 دقايق وندفع عليها. البصل اهو اللي احنا مشوحينه. نحط عليها النار 5 دقايق وكده بألف هنا وشفا. بصوا حبايب قلبي كده الفاصوليا خلاص استوت اهي، وهي المفروض تبقى بتقرقش شويه. طعمها بيبقى خطير تحفه. لو عايزه تعصري عليها نص ليمونه وانت بتاكليها ماشي، عايزه تاكليها كده ماشي، تحفه. مش قادره اوصف لكم جمالها بيبقى عامل ازاي، تحفه. هنا بقى هنعمل النهارده يوم الدايت، يوم الاكل الصحي. الناس اللي عايزه اكل صحي تشوف الفيديو ده. هنا عندي 6 قطع فيليه، رشيت عليهم ملح وفلفل. دقتهم الاول، دقتهم بالمدق بتاع اللحمه ورشيت عليهم ملح وفلفل. حطيت هنا معلقه زبده كبيره مليانه معتبره عشان الزبده بتطر اللحمه. وهننزل باللحمه
يعني انا تبلتها ملح وفلفل بس مش اكتر من كده عشان ما اضيعش طعم اللحمه. ماشي اهو. بألف هنا وشفا على قلبكم. ده اكل صحي النهارده. بصوا دقتها بالمدق ده، ما عندكيش المدق ده بايد هون اهو، ده بتاع اللحمه والفراخ. ماشي بصوا دقيقتين 3 اتركي قلبها الناحيه الثانيه، تاخدش وقت عشان تفضل طريه وتبقى جوسي من جوه. اهو بسم الله الرحمن الرحيم عشان النار عاليه. اهو معلقتين صويا صوص فاتح، صويا صوص اهو الفاتح النوع الفاتح بيدي طعم مش كتير اهو، بس كده اشرب منها ويبقى طعمها خطير خطير خطير. بألف هنا وشفا، وتبقى طريه من جوه وجميله. هي حته لحمه ما بتاخدش سوا، يعني اللحمه الفيليه دي ما بتاخدش سوا اهو يا حبايب قلبي. بألف هنا وشفا. الفاصوليا خلصت. بصوا حبايب قلبي كده اللحمه خلصت اهي زي ما انتم شايفين كده اهي، ما بتاخدش سوا، تحفه اهي. بألف هنا وشفا حبايب قلبي. خلصنا الفيديو بتاعنا ما شاء الله. شوفوا بصوا طبق الفاصوليا لما تقدمي لي ولادك كده بالمنظر ده هيدعوا لك. اكليهم حاجه صحي وبلاش الزيوت كتير، بلاش السمنه كتير. لازم تاكلوا اكل صحي يا حبيبه قلبي عشان الدهون دي اخرتها وحشه. الطبق ده بصي لو انت طلبتيه من مطعم او يعني كلتيه في اي مطعم او طلبتيه، شوفي هتطلبيه بكام. انت هتعمليه في البيت يعني باقل التكاليف. هي حته اللحمه شويه فاصوليا شويه بصل وخلاص خلصت على كده. جنبه بقى شويه بطاطس بوريه التحفه دول اهو، اللي عايز نشوي جنبه ادي البطاطس البوريه اهي، كله تحفه. بألف هنا وشفا. ام يوسف دي تحت يعني الفيديو ده ان شاء الله يضرب معايا باذن الله، وقولوا لي بقى الفيديو ده يستاهل كام لايك. انا سايبه بقى الحكم ليكم، وان شاء الله ان شاء الله القناه تضرب معاكم باذن الله ضربه بوم 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 بوم، يعني زي ما بقول لكم كده بوم 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 بوم. انا عارفه بنتي هتضحك عليا، انا بعمل كده عشان بنتي تضحك. ربنا يخليها لي يا رب، ويخلي لكم ولادكم، ويخلي لي كل حبايبي واحفادي ومرات ابني وولادي كل احبابي يخليهم لي يا رب، وساره وحبيبه قلبي ساره وكل حبايبي زي ما انتم شايفين كده. بألف هنا وشفا. لايك وشير واشتراك في القناه، دعموني بلايك يا حبايب قلبي، وقولوا لي ايه رايكم في الطبق ده. بألف هنا وشفا. اكل صحي عند ام يوسف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بحبكم في الله. ربنا يطمني عليك يا ام محمد وعلى جوز اختك، يا رب يشفيه ويعافيه حبيبه قلبي، ويشفي كل مريض يا رب، يشفي كل مريض يا رب. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.